دي حاجة مهمة جدا في القرآن برضو. كان ربنا سبحانه وتعالى بيغفر الذنوب. يعني لما الشخص يغلط مش مشكلة، بيدي أمل دايما إن في حل، إن في مغفرة، إن في تسامح. فما يجيش عيل يغلط غلطة أشيلها له وابتدي أقول له فاكر لما قلت لك وعملت لك؟ لا حضرتك، هو أنت برضو بتقع في شر أعمالك، أنت برضو بتغلط، أنت برضو بتبقى عايز ربنا يسامحك، أنت بتقعد تدعي ربنا عشان ربنا يغفر لك. وربنا سبحانه وتعالى دايما في القرآن الكريم يقول إن هو غفور رحيم. فهنا لا، خد بالك الحته دي مهمه جدا، لازم اسامح عيالي. طب انا غلطت مش مشكله، اصلح غلطي. طب هو غلط مش مشكله، يصلح غلطه، اهو بيتعلم، اهو بياخد خبره. هو ده الاسلوب اللي نمشي عليه، نقع ونقوم، نقع ونقوم احنا وعيالنا. وزي ما بنربي عيالنا احنا لازم نربي نفسنا. خد بالك هنا ان ابائنا وامهاتنا ما كانش فيه سوشيال ميديا بالشكل الكبير ده، فبالتالي كانوا بيربوا على قد معلوماتهم. احنا دلوقتي الدنيا